سنين لأنها كانت تعبانة. وبالصدفة وهو في طريقه للمستشفى شاف أمه في عربية مع واحد في وضع مش أحسن حاجة، وبنعرف بقى إن عنده مامي إيشوز ملاش أول من آخر. أما تشافى لسه لحد دلوقتي مش واضح الإيشوز اللي عنده، بس هي كتير لأن الموضوع بيوسع منه، وبيقابل كيم مخصوص وبياخده يسهروا في مكان فاخر عشان يقنعه يرفع قضية على كانج، وبيفهمه إن الحوار هيتحل بإنك هتقول إن أنت وسون كنت في علاقة سرية ومديت إيدي عليها عشان كانت بتبتزني مقابل الفلوس. وتاني يوم مراته بتروح المستشفى وبتجيب سون من شعرها قدام الناس، وجو خطافة الرجالة اللي بتلف على جوزي. ومن حظها إن أم بوم بتشوف كل حاجة، وبدل ما تقف في صفها وتدافع عنها بتطلب منها تنفصل عن ابنها. وبعدها لما بيحققوا مع الضحية الأخيرة اللي كانت تحت إيد المجرم، بتحكي لهم إنه قبل ما يسيبني ويمشي قرب مني جامد وقال لي ما تتحركيش من مكانك، أنا خلصت على 5 زيك، فأكيد مش تاخدي في إيدي غلوة. وهنا بقى بيتوقفوا كلهم عند عدد 5 لأن الضحايا اللي لقوها 4 بس، وده معناه إن في واحدة ما يعرفوش مكانها. وأول ما تشاب يوصل بيستغرب إن كانج موجود وبيسألهم هو مش موقوف عن العمل واقف معاكم بيعمل إيه؟ فكانج بيتجاهل كلامه وبيدخل في الموضوع على طول. في ضحية لسه ما نعرفش مكانها، ووقتها بدل ما يتنحرر ويجري يقلب الدنيا عشان يلاقيها بيسيب الموضوع كله وبيدخل في عند مع كانج وبيتفق معاه هسيبك تكمل القضية بس بشرط تعتذر لكيم. ولأن كانج مستحيل يوافق على العبث ده بيعمل معاه ديل أحلى، سيبنا دور على الضحية وسواء لقيناها أو لا هتحمل المسؤولية كاملة وأقدم استقالتي. وهنا بقى تشابي يوافق لأن كده كده الموضوع هيرجع في صفه. ولما بيدور بضمير شوية بيلاقوا بلاغ متقدم من فترة باختفاء واحدة اسمها تشونج، وعشان كده بيروح يقابلوا أمها. والغريب إن الست الوالدة بتكون مقتنعة إن بنتها هجت وسابت البيت بعد ما اتحججت إنها تسافر المدينة عشان تشتري هدوم جديدة، وأنا أصلا ما بخرجش من البيت فأعمل إيه بالهدوم؟ هي بس لقيت واحد جه تهرب معاه. فكانج بيتجاهل كلامها وبيكمل عادي جدا. أما تشا فبيطلع كانج من حوار كيم زي ما دخلوا بالظبط، لأنه كان مسجل كلام كيم وهو بيحكي اللي حصل وإنه مد إيديه على سون عشان كانت عاجباه، وبيبعت التسجيل لجي على المستشفى. فبتستغل الموضوع وبتشغله على سماعات وبتمشي بيه في القرية كلها. وبعدها للأسف بيلاقوا جثة الضحية ال5 ومرمي جنبها شنطة فيها هدوم جديدة لأمها. فمن الصدمة الست ما بتستحملش وبتتوفى هي كمان. وفي الوقت اللي جي بتطبع فيه صور المجرم اللي على الكاميرا بتاعتها بيكون بوم في طريقه لسون لأنه لسه سامع من واحد صاحبه إنها كانت في المستشفى. ولما بيقابلها بيقولها أنت إزاي تخبي عليا كل ده؟ أنا هبقى جوزك، يعني أول واحد تلجئي له في أي مشكلة. ولأنها بتكون متأثرة من كلام أمه فبتطلب منه الانفصال. أما كانج فبينفذ اتفاقه، بيقدم استقالته وبيلم حاجته وبيمشي. بالصدفة ومعدي من جنب المكتبة بيشوف صاحبة يو عمالة تخبط على الباب لأنها نسيت الرسومات بتاعتها، فبيقف جنبها واللي هو أنت بتعملي إيه بالظبط؟ فبتتخض وبتسأله أنت اللي هنا بتعمل إيه؟ مش مفروض تقبض على المجرم عشان ترجع حق صاحبتي؟ وبتطلع كم ملبسة من جيبها وبتديها له وكرشه عشان ينجز. وفي آخر اليوم بتعدي عليهم في المكتبة تاني، والمرة دي بتلاقي بوم وأخوه، فبتاخد الرسومات وبتمشي بسرعة لأن الوقت اتأخر. وساعتها بوم بيلاقي الجو بيمطر جامد، فمن باب الجدعنة بياخد شمسية وبيروح وراها عشان يديها لها. وأول ما بتعدي من عند النفق وبتحس بصوت حواليها بتجري بسرعة، لكن للأسف المجرم بيكون أسرع منها وبيخبطها على دماغها فبتفقد الوعي. وتاني يوم كانج بيصحى على خبر وفاتها، ولما بيشوفها في الحالة دي بيدخل في حالة صدمة وبينزف من مناخيره وبيفقد الوعي. ودي بقى كانت بالنسبة له الشرارة اللي حولت القضية الهوس عنده، لدرجة إنه تنازل وراح لتشا مخصوص وقال له ورجعني تاني الشغل وخلينا نقبض على المجرم سوا. ومن كتر ما تشا اتأثر جدا بالجملة دي افتكر أول مرة قابل فيها كانج في المدرسة، لأن ساعتها هو اللي طلب منه إيه رأيك نبقى أصحاب. لكن كانج رفض لأن حياته كانت معقدة بما فيه الكفاية، ولأن تشا بياخد أي حاجة هو عايزها فعرض عليها عرض أحسن، إيه رأيك تذاكر لي وفي المقابل هديك فلوس. ومن هنا بقى بدأت ما بينهم صداقة قوية، وكل مرة كانج كان بيروح له البيت كان بيسرق أكل عشان ياخده لأخته في البيت، لحد ما في يوم تشا اتحول 180 درجة وقال له ما تتعاملش معايا تاني لأنك رخيص زي أمك اللي بتشتغل في الكباريهات. ويا ريت الموضوع وقف على كده، ده هدده يا اما تنفذ كل اوامري يا اما هفضحك في المدرسه كلها. وبنرجع من الذكريات على كانج وهو راجع الشغل عادي جدا وبيحط حاجته ولا اكن في اي حاجه حصلت، وكل ده بسبب ان تشا طلب من اخوه المفوض انه يرفض استقالته بحجه محتاجه معاه في القضيه عشان يحلها قبل انتخابات الوالد. ومن ناحيه تانية بيتصدم ان جي نزلت صوره المجرم في الاخبار واللي في الاساس مش باين منها اي حاجه لانها مهزوزه، ده غير يعني انه كان مداري وشه بمنديل ابيض. واول ما بوم بيشوف الصوره في الاخبار بيتجنن وبيرمي الجريده على الارض. اما تشا فبيكون في مطعم عشان بيحاول يوقع بنت رجل سياسي معروف، وبالصدفه بتحكي له ان كان عندي واحده صاحبتي في المدرسه وبعدت عنها بعد ما اكتشفت انه ما بتشتغل في اماكن استغفر الله العظيم. فبيتوتر وله طب استاذن انا بقى عشان عندي شغل متاخر. وبنعرف ان كل الرعب ده بسبب ان تشا في الاساس ابن غير شرعي، امه جابته من علاقه غير شرعيه، وبعد ما بقى عنده 5 سنين تقريبا امه اتجوزت ابوه وبقوا عايشين سوا.
وبيرجع من الذكريات دي على صوت الفرامل لأنه كان هيخبط سون بالغلط. وطبعا أول ما بيجمع إنها أخت كانج بيصمم يعزمها على حاجة، والغريب إن في الوقت ده بيكون في حد بيراقبها، وقبل ما تحس بيه بنلاقي بوم ظهر فجأة وبيشده وبياخده على مكان فاضي وبينزل فيه ضرب، لأنه بيطلع في الآخر كيم. ومن ناحية تانية كانج بيلاقي الشرطية ليه بتسلمه الرسومات اللي كانت موجودة مع آخر ضحية في مكان الحادثة، فبياخد بعضه وبيروح على المكتبة بسرعة. وهناك هوان بيحكي له كل اللي حصل. بوم آخر حد شافها لأنه خرج وراها عشان يديها الشمسية، وقبل حتى ما يتصدم بيلاقي الشرطة جايين يدوروا على بوم لأن كيم في العناية بسببه. وهنا بقى بيحس إن الدنيا عمالة تتعقد أكتر، وبيعدي على تشا ولو أنا عندي طلب منك خلي كيم يتنازل عن المحضر اللي رفعه على بوم لأننا محتاجين نستجوبه في القضية. فتشا بيحاول يواجهه بالحقيقة اللي عمال يهرب منها. بوم مشتبه فيه أكتر ما هو مجرد شاهد. وفي آخر اليوم لما سون بترجع البيت بنتفاجئ إنها مخبية بوم عندها في البيت، لأن وقت ما اتخانق مع كيم سمعت صوت الضرب فشدته بسرعة وخبته في البيت. وبالرغم من إنه كان عايز يسلم نفسه لكن هي رفضت وقالت له الحل الوحيد إننا نهرب. ومن ناحية تانية جيب نكتشف إن سون نسيت المنديل بتاعها معاها، وفجأة بتجمع إنه نسخة من المنديل اللي المجرم كان لابسه على وشه في الصورة. وطبعا منديلين عليهم نفس الزخارف يبقى أكيد بتاع بوم لأن دي حركات المرتبطين. وأول حاجة بتعملها إنها بتجري على كانج عشان تبلغه. أما بقى بوم فبيرفض إن سون تهرب معاه وبيقفل عليها من بره وبيجري بسرعة، لكن هي بتكون مصممة وعشان كده بتكسر الباب وبتاخد شنطتها وبتروح وراه. وفجأة وهي ماشية بتحس إن في حد ماشي وراها فبتجري بسرعة، لكن للأسف المجرم بيقدر يمسكها. وبالصدفة تشا بيكون معدي بالعربية وبيلحقها في آخر لحظة قبل ما المجرم يعمل فيها حاجة. وعقبال ما كانج بيوصل هو كمان بيتصدم إن أخته فقد الوعي، وتشا صف جنبه، وبما إنه كان شاكك إنه بيطلع في أنفاسه الأخيرة فاعترف لكانج بالحقيقة كلها. أنا كنت بكرهك عشان كنت في يوم شفت أمك وهي في العربية مع أبويا، فكنت مرعوب إنك تطلع أخويا من علاقة غير شرعية. وبما إن العملية باظت في آخر لحظة فالمجرم بيغير طريقته كلها، وبدل ما يلقط الضحايا عن طريق الشراب اللي لابسينه بيهجم على طالبة صغيرة وهي نايمة في أوضتها وبيعمل عمليته السوداء وبيخلص عليها. وأول ما سون بتفوق في المستشفى بيجي لها نزيف وبتكتشف إنها حامل. أما تشا فبيعمل عملية وبيبقى زي الفل. وتاني يوم كانج بيروح يزور أهل بوم عشان يعرف إذا كان اتصل بحد فيهم ولا لأ، لكن بيكتشف إن بقالهم كذا يوم ما يعرفوش عنه حاجة. وفي مركز الشرطة بيتفاجئ إن في ضحية جديدة، وطبعا كلهم بيستغربوا لأن النمط بتاعه متغير تماما. الحاجة الوحيدة المتشابهة هي العلامات اللي على رقبتها. وقتها بيظهر الدليل جديد على بوم لأن العصافير بتوع تشا قبضوا عليه في نفس المنطقة دي امبارح بالليل بعد ميعاد الحادثة على طول، لكن للأسف قدر يهرب منهم. وبما إن كل يوم القضية بتكبر عن اليوم اللي قبله فبيبعتوا المفوض أخو تشا من المدينة مخصوص عشان يمسك القضية بنفسه. وفي الوقت ده كانج بيحاول يتذاكى لأنه شاكك إن آخر حادثة ملهاش علاقة بالحوادث اللي قبل كده، وبيشرح للمفوض المجرم مهووس بفكرة إنه يخوف الستات وهم ماشيين في الطريق، ده غير إن الضحايا صغيرة جدا عن السن اللي المجرم دايما بيختار منه ضحاياه. والأهم من كل ده إنه سابها زي ما هي، يعني حتى ما ربطش إيديها ولا رجليها. وساعتها عصفور تشا ما بيقدرش يمسك نفسه أكتر من كده وبيحكي لهم إننا قبضنا على بوم جنب بيت الضحية بالظبط، وبما إنه المشتبه الأول في القضية فده بيثبت إن استنتاج كانج ملوش أي 30 لازمة. وفي آخر اليوم كانج بيزور تشا في المستشفى فبيعرفوا للأسف ما لحقتش أشوف المجرم لأنه ضربني وجري على طول. وفجأة بنلاقيه اتحول لإنسان وبيعتذر له على كل اللي عمله فيه زمان عشان يفتحوا صفحة جديدة سوا. وفي الوقت ده بقى بنعرف إن بوم في الأساس مع المحققين العصافير لأنه ما هربش منهم ولا حاجة، دول عملوا الأسطوانة دي كلها بأوامر من تشا وخدوه على مخبأ التعذيب السري عشان يعترف بالعافية. ووقتها كانج ما بيبقاش قدامه حل غير إنه بيصدر قرار رسمي بالقبض على بوم. وطبعا لما بيفتشوا المكتبة بيتفاجئوا بشنطة الضحية هناك، فسون بتجيب آخرها وبتروح لأخوها وبتقول له بوم بريء أنا متأكدة، لأن يوم الحادثة قبل ما أفقد الوعي لاحظت إن المجرم بيعرج وهو ماشي، لكن كانج ما بيعتمدش كلامها لأنه مقتنع إنها بتعمل كده عشان تحمي أبو العيال، لحد ما بيلاقي دليل حقيقي بيثبت براءته، صورة ليه مع بوم وفي فرح، وبالصدفة كان ده تاريخ أول جريمة حصلت، وبيفتكر إن اليوم ده سهروا مع بعض لحد الصبح. بس طبعا بيتشتت أكتر لما بيلاقيهم داخلين بشنطة الضحية. وفي الوقت ده بس في 2019 المجرم بيبعت ورقة لكانج مع الشرطة ليه وبيكون مكتوب فيها 12 زائد 2 وفاة، 19 اغتصاب، 15 محاولة فاشلة، فبيستوعب على طول إن ده ملخص لتاريخه في الإجرام. وفي الزيارة اللي بعدها بيسألوا 12 زائد 2 يعني 14 قضية، والمفروض إن الشرطة ما وصلوش غير ل9 ضحايا بس، يعني ده معناه إن في 5 جرائم محدش يعرف عنهم حاجة. فالمجرم بيحس إن إيه الذكاء المفرط ده، أنا كنت عارف إنك هتقدر تحل اللغز وعشان كده هعمل معاك اتفاق تحكي لي حاجة شخصية عنك وفي المقابل هحكي لك واحدة من القضايا السرية. فكانج بيتحمس واللي هو يلا بينا نبدأ. وفي الوقت ده بقى بس في الماضي
كانج بيروح لتشاو بيوصل له بنسبة كبيرة بوم مظلوم، فبلاش تعلن عن اسمه دلوقتي لحد ما اتأكد. لكن تشا بيتوتر لأن المؤتمر الصحفي كمان نص ساعة، وساعتها بيحاول يدور على أي تحويرة عشان يرضي صاحبه، لكن بيتفاجئ بابوه جاي بنفسه عشان يبارك له إنه أخيرا حل القضية، فبينسى كل حاجة وبيعلن عن بوم قدام الناس كلها. أما كانج فبالصدفة بيقابل دكتور في معمل أبحاث وبيعرض عليه: وصلنا لطريقة جديدة اسمها تحليل النظائر، يعني زي ما كل شخص عنده البصمة بتاعته، فنقدر نعرف عن طريق الشعر مين الشخص ده، أو على الأقل البيئة اللي عايش فيها، لأنها بتأثر على جسمه. وقبل ما كان يفهم منه أكتر بيتصدم بالأخبار، ولما تشاب يجيب آخره من بوم لأن الضرب مش جاب معاه نتيجة بيهدده: لو ما اعترفتش بالحقيقة وإن أنت المجرم يبقى أخوك هيشيل الليلة بدالك، أصل لقينا شنطة واحدة من الضحايا عندكم في المكتبة، فأكيد الموضوع مش هيخرج براكم انتوا الاتنين. وهنا بقى بيضطر يستسلم، ولو خلاص هقول اللي انتوا عايزين. وبالرغم من ان كانج بيكون مش مقتنع بحوار التحاليل ده لانه مش يقدر يستخدمها بشكل قانوني، لكن بيجرب حظه وبياخد عينة من شعر المجرم عشان يحللوها، فبتكون النتيجة ان نسبة التيتانيوم والصوديوم عالية جدا. يعني من الاخر كده ممكن يبقى بيشتغل عامل مصنع وجسمه بيعرق كتير. ولان كانج بيكون شاكك في هوان اخو بوم لان هو الوحيد يعني اللي بيدخل المكتبة، وممكن يبقى صاب شنطة الضحية بنفسه عشان يلبسها لاخوه، فبيروح له عشان ياخد عينة منه في السكرتة ويحلله. لكن جي بتوصل في اللحظة دي وبتبوظ عليه كل حاجة، واللي هو مش كفاية بوم اتسجن بسببك، انت عايز تضيع الشلة كلها ولا ايه؟ وهنا بقى هوان بيسمعهم بالصدفة وبيتأثر جدا وبيسأله: انت شاكك فيها بجد؟ انا صاحب عمرك، ازاي دماغك توصلك لكده؟ فبيحس بالذنب وبيعتذر له. واول ما سون بتعرف انهم قبضوا على بوم وكمان اعترف على نفسه، بتروح تزوره وهي منهارة وبتقول له: انا متأكدة انك بريء وبتكذب لسبب معين، بس انا جيت اعرفك اني حامل، فلو ترضى على ابنك انه يتولد بوصمة عار يبقى كمل في الكذب براحتك. وفي وسط كل ده جي بتكون متأكدة ان بوم بريء، وعشان كده بتروح تقابل الضحية اللي قدرت تهرب من المجرم على امل انها تكون فاكرة اي حاجة تخصه. فبتفهمها: لما رحت استلم الشنطة من المركز لقيت جواها علبة غريبة مكتوب عليها اسم مكان، وبتديها لها يمكن تساعدها. ولما كانج بيحضر التحقيقات بنفسه بيتفاجئ انهم بيضربوا بوم، وبالصدفة بيلاقي جسمه كله إصابات. وهنا بقى بيستوعب إنهم عدموه العافية عشان يعترف غصب عنه، ولأن بوم في مقام أخوه الصغير فبياخد بعضه وبيروح لتشا عند البيت، وبيفضل يضرب فيه عشان يدوقه شوية من اللي بيعمله في الناس، وبيقول له: طالما هتكمل في السكة دي يبقى ما تزعلش من اللي هعمله فيك. وأول خطوة بياخدها إنه بيروح للمفوض أخو تشا وبيطلب منه يحول بوم على المستشفى لأن حالته خطر، فبيوافق لأنه مستعد يعمل أي حاجة فيها مرضية لتشا. وفي الوقت ده جي بتكتشف ان الشنطه كانت مع واحده بتشتغل مضيفه في حانه، وبتحكي لها ان في مره كنت ماشيه وخبطت في واحده بالغلط، وبعدها بيومين لقيته جايب لي الشنطه دي هديه كعربون اعتذار، بس لما فتحتها اتفاجئت ان جواها هويه بتاعت واحده تانية، ففهمت انها مسروقه ورحت رميتها في وشه. الشخص ده بقى بيشتغل في الورشه اللي على اخر الشارع، فمن غير اي تفكير جي بتاخد بعضها وبتروح له على طول. واول ما بتدخل بتتكعبل وبتقع على الارض، وفجاه بنلاقيه بيعرج برجله وبيقرب منها وماسك شاكوش. وبالصدفة بيبقى كانج بيدور على نفس الشخص، ولما بيوصل وبيشوف جي من بعيد وبيكون فاكره يعمل فيها حاجة، لكن في الآخر بيكتشف إنه بيساعدها عشان إيدها اتصابت لما اتكعبلت، فبيعرفهم إن اسمه مان. أما بالنسبة للشنطة فلقيتها في الشارع وسبتها في المكتبة عشان كنت خايف أسلمها للشرطة فيفتكروني حرامي.